السلام عليكم ورحمة الله. وش راكم البنات؟ ان شاء الله كامل راكم بخير وعلى خير. اليوم رايحة نشارككم وصفة الرز في الفور، جات هايلة ما شاء الله. ان شاء الله تعجبكم، ان شاء الله تخلوا لي تعليقاتكم تحت. هنا واش درت الماء يغلي، درت فيه شوية ملح، نقيس مغرف صغير، وزدت فنجال تاع الرز بسمتي، نوعية بسمتي، وشوية كركم هكا على نص على راس المغرف صغير تاع القهوة، ونخليه يغلي 10 دقائق. ورحت نحضر لاصوص تاعي. واش درت فيها 2 مغارف كبار الزيت، وقطعت بصلة صغيرة، قطعة صغيرة، وخليتها تتقلى مع طرف الدجاج وزوج فصوص ثوم، نخليهم يتقلاو مع بعض شوية. نزيد قيس مغرف صغير ماهيش محمره مليح تاع ملح، خاطر راني ملحت الروز تاعي باش ما تجيناش الوصفه تاعنا مالحه. انا الروز تاعي بعد ما غلى لي 10 دقائق نحيته، غسلته بماء بارد وحطيته يفور. سكرفجت انا حبه طماطم صغيره وخليتها تتقلى مع البصل. ملعقه صغيره طماطم مصبره، تخليهم كامل يتقلاو مع بعضهم. هنا بديت ندير في الخضر تاعي بعد ما قطعتها قطع صغيره. درت الزروديه والقرعه وزدت الزيتون خضر، قطعتهم كامل قطع صغيره، ونخليهم كامل يتقلاو مع بعض. بديت ندير في التوابل، درت شويه كركم كيما على بالكم الروز يحب بزاف الكركم، يتمشى بزاف معاه. درت هنايا مغرف معمره مليح، كزبر، وشويه راس الحانوت، وشويه عكري. نخليهم يتقلاو مليح، نحركو باش ما تحرقش لي زيبيس تاعنا على نار قليله. انا بعد ما تقلاو نزيد شويه ماء، شويه برك باش ما تتحرقش. رحت الرز تاعي بعد ما فار وطاب نص طياب، ماهوش طايب مليح خاطر ما راح يطيب في الفور. نحيته وزدت له شويه الزبده. هنايا كملت مرقت وقفلت على الكوكوط تاعي، خليتها نص ساعه على نار قليله وحليت عليها. هنا شوفوا كيفاه جا الرز تاعنا، الله الله. حطيته في بلاطو، خليته حتى يطيب لاصوص، ونزيد نسقيه من فوق وندخلو الكويزينيار. هنايا بعد ما طابت لاصوص طفيت عليها. انا لازم نخليو شويه مرقه البنات باه نسقيو الرز تاعنا حتى يتجمر مليح في الكويزينيار كما راكم تشوفوا هكا. اما طرف الدجاج تاعي فضلت اني نقليه في المقله، ما دخلتوش للفور.
خليته مليح حتى نتحمر ونحيته. هنايا بعد ما طاب الرز تاعي، بعد ما تشرب لي لاصوص مليح، خرجته جا ما شاء الله كما راكم تشوفوا، جا روعه وبنين بالبزاف. ننصحكم البنات ديروا الوصفه هذه، سهله وبنينه بزاف. شوفوا جا ما شاء الله. ما تنسونيش البنات، خليوا لي تعليق وقولوا لي رايكم على الوصفه، وديروا لي جيم لا فيديو، وان شاء الله نتلاقاو في مره اخرى في فيديو واحد اخر. نقول لكم بقاو على خير، الى اللقاء.